من حوالي 3000 سنة قبل الميلاد الحضارات القديمة المختلفة كانت بتستغل النباتات والأخشاب اللي ليها روائح عطرية مميزة زي خشب المر والقرفة والورد، وتستخرج منهم الروائح العطرية بطرق مختلفة، زي مثلا حرق خشب المر عشان ينتج بخور عطري، ونقع النباتات والأعشاب العطرية في زيوت أو شحوم أو مية لغاية ما تنتقل الروائح العطرية للزيت أو للمية. وكانوا بيستخدموا العطور أو البخور العطرية سواء في الزينة أو الطقوس الدينية بتاعتهم. فكرة العطور زمان ما كانتش بالمفهوم أو بالشكل المتعارف عليه حاليا اللي هو ازازه فيها عطر على شكل سائل، ولكن التعطير كفكره موجود من الاف السنين، وفضلت الفكره تتطور واساليب استخراج العطور من النباتات تتطور، وبدانا كمان نصنع الروائح العطريه بطرق كيميائيه، وبقى عندنا حاليا اشكال مختلفه من العطور حوالينا. طيب ازاي العطور دي بتتصنع؟ ولو انا حابب افتح بيزنس عطور خاص بيا المفروض اعمل ايه؟ ازاي اعمل عطر ثابت يقعد طول اليوم؟ وازاي اعمل تركيبه عطريه خاصه بيا؟ في الحلقه دي باذن الله هنتكلم عن كل حاجه تخص صناعه العطور، من اول ما كانت مجرد اعشاب لغايه ما وصلت الازازه اللي في الدرج بتاعك، وهجاوبك باذن الله عن اسئله كتير خاصه بالصناعه دي. فده حسن لو اول مره تشوفني، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. ويلا بينا. اول حاجه لازم نعرفها في الصناعه دي ان في نوعين من العطور، نوع مصنوع من مواد طبيعيه ونوع مصنوع من مواد كيميائيه، وفي كل خطوه من خطوات الصناعه دي هتفهم الفرق ما بين النوعين. فخلينا ندخل على اول خطوه وهي خطوه المواد الخام. في العطور اللي معموله من مواد طبيعيه بناخد المواد الخام بتاعتنا من الطبيعه. طيب دلوقتي يا ندى الطبيعه واسعه، اكيد يعني مش هنشتري كل النباتات والاخشاب والاعشاب اللي في الدنيا. حلو قوي انك سالت السؤال ده. وانت بتختار المواد الخام عشان تعمل اي عطر لازم تحط في بالك كذا حاجه. لازم تاخد بالك الاول ان في تصنيف للعطور، في 4 تصنيفات للعطور او بيسموها فريجرانسز فاميليز او عائلات العطور. عندنا عطور خشبيه وودي سنس، عندنا عطور زهريه فلورال سنس، وعطور منعشه فريش سنس، واخيرا عطور شرقيه اورينتال سنس. كل عائله من عائلات العطور دي بيندرج تحتها روائح معينه. يعني مثلا العطور الزهريه دي من اسمها ياسمين، ورد. الخشبيه زي خشب الارز والصندل والعنبر. عطور شرقيه زي العود والمسك. والروائح المنعشه زي روائح الحمضيات او اللافندر مثلا. المهم انك لازم تعرف كويس وتدرس كل عائله من عائلات العطور دي تحتها روائح ايه بالظبط، عشان لازم تحدد انت عاوز العطر بتاعك يكون من انهي عائله فيهم وريحته شكلها عامله ازاي. وكلمه ريحته شكلها عامله ازاي دي تنقلنا النقطه اللي بعدها واللي لازم تاخد بالك منها برضو، وهي الهرم العطري. يعني ايه الهرم العطري؟ لو تلاحظ اي عطر هتلاقيه عندك ريحته على مدار اليوم بتفضل تتغير، مش بتكون نفس الريحه اللي شمتها اول ما رشيت العطر بتاعك. ده بسبب تركيبه العطر نفسها واللي هي مكونه من طبقات. الطبقات دي بيسموها نوتات، والطبقات دي هنشرح اهميتها ومكوناتها قدام، بس خلينا الاول نعرف مع بعض ايه هي الطبقات او النوتات دي. اول نوته بيسموها افتتاحيه العطر او مقدمه العطر، توب نوت، ودي اول رائحه بتشمها اول ما بترش العطر بتاعك، وبتكون سريعه التبخر وبتقعد من ربع ساعه لنص ساعه بالكتير، ودي المفروض تديك انطباع اولي عن العطر. هي اول ريحه بتشمها اول ما بتحط العطر، فلازم تبقى منعشه، عشان كده بيستخدموا فيها مكونات خفيفه ومنعشه زي الحمضيات. اول ما بتتبخر الطبقه الاولى بندخل على الطبقه الثانيه وهي قلب العطر، هارت بيز اور ميدل بيز، ودي بتقعد من 2 ل4 ساعات حسب العطر وجودته. دي المفروض انها الجوهر بتاع العطر، يعني تقدر تقول انها الرائحه الاساسيه للمكونات بتاعه العطر، ودي بتكون مكونه من مواد بطيئه شويه في التبخر عشان تدوم لمده اطول، فتلاقيها بتتعمل مثلا اغلب الوقت من الزهور زي الياسمين. وبعد ما تتبخر الطبقه الثانيه بندخل على اخر طبقه وهي قاعده العطر او البيز نوت، ودي اللي بتخلي العطر بتاعك ثابت لاكتر من 6 ساعات متواصله حتى مع الحركه والحراره، حسب طبعا جوده العطر ومكوناته. ودي بتكون معموله من مكونات تقيله ودافيه زي خشب الصندل او المسك، ودي بتعمل كمثبتات للعطر نظرا لان سرعه تبخرها قليله جدا جدا، وكمان مش بتتبخر بسهوله مع الحراره والحركه، فبتفضل موجوده اطول مده ممكنه. عشان كده في عطور بتلاقيها اتبخرت بسرعه قوي وعطور فضلت مكمله معاك للاخر، وده يا جماعه اللي بيفرق من عطر للتاني. اهميه معرفه الهرم العطري بتظهر في التركيبه اللي انت هتستخدمها للعطر بتاعك واللي على اساسها هتشتري المواد الخام. بس ثانيه يا ندى، انت قلت لنا ان في 4 تصنيفات للعطور، ومع ذلك قلت لنا وانت بتشرحي الهرم العطري ان الاخشاب بتستخدم في قاعده العطر اللي قلت لنا ان افتتاحيته كان فيها حمضيات برضو، وانت كنت قايله ان ده تصنيف وده تصنيف. فازاي بقى؟ انا هشرح لك ازاي، وخلي بالك اللي جاي ده كله مثال مش تركيبه بجد. يعني هنفترض دلوقتي ان انت عاوز تعمل عطر تصنيفه منعش، وليكن انت عاوز تخرجه في الاخر ريحته حمضيه زي الليمون، فانت هتعمل افتتاحيه العطر مثلا من الليمون، وبعدين قلب العطر هتختار مواد بتتبخر ابطا شويه زي زهره الليمون او عشبه الليمون، او تركيبه مكونه من زهور وتوابل واعشاب تدي انطباع حمضي وتدي انطباع ريحه الليمون. وبنفس المنطق تعمل قاعده العطر من مواد تقيله ودافيه زي الخشب او المسك، وبرده تكون متناغمه مع فكره الرائحه اللي انت عاوز تخرجها في الاخر وهي الليمون. احنا قلنا ان ريحه العطر بتتغير على مدار اليوم، بس لو تلاحظ وهي بتتغير ما خرجتش عن المسار اللي الريحه الاصليه كانت عليه، او ما خرجتش عن مسار فكره العطر نفسها او التصنيف اللي العطر بينتمي ليه. يعني مفيش عطر مثلا اول ما شميته كان ليمون وبعد ساعه قلب عود صرف،
مفيش كده، هو في النهايه حاجه عامله زي السيمفونيه متناغمه مع بعض وبتعزف على نفس الفكره، ما بتخرجش عن النص. كل اللي فات ده كان مهم تدرسه وتخطط له عشان تبدا تشتري المواد الخام او تصنعها بنفسك. المواد الخام يا اما بتشتريها جاهزه من مكان انت واثق فيه، يا اما بتستخرجها بنفسك من النباتات. او المواد الخام ممكن تصنع كيميائيا عن طريق انهم بيحاولوا يحاكوا نفس الرائحه الطبيعيه بس بمواد كيميائيه. لو انت في الاول مثلا وانسب لك تستخرج الزيوت العطريه بنفسك، ممكن تتعلم الطرق المختلفه لاستخراج الزيوت العطريه من النباتات زي طرق التقطير او النقع مثلا. وبالمناسبه لو نجحت وخرجت فعلا زيت عطري مركز وقوي، ممكن تبيعه لمحلات العطور كماده خام وبالمره تكسب وانت بتبدا البيزنس بتاعك. وفي مواد طبعا انت هتشتريها زي الكحول مثلا. المهم بعد ما خلاص جبنا المواد الخام، نيجي بقى لاهم خطوه وهي الخلط. وطبعا بعد كل اللي شرحناه ده اكيد فهمت ان العطر مش مجرد روائح بتخلطها مع بعضها وخلاص، انت لازم تخلط مواد بتليق وبتتناغم مع بعض وبتوفر كمان جوده وثبات للعطر. ولازم تعرف في خطوه الخلط ان في نسبه ما بين العطر والكحول. يعني في الاودو بارفان بتبقى نسبه العطر جوه الكحول من 20 ل 30%، وفي الاودو تواليت من 5 ل 15%، وفي الاودو كولون من 2 ل 4%، والاوفغاش من 1 ل 2%. طبعا النسب دي بتاثر على فتره ثبات العطر عليك. كل ما كانت نسبه تركيز العطر اعلى كل ما كان اغلى وكل ما كان فتره ثباته اعلى. لازم تتعلم وتتدرب كويس قوي على خطوه الخلط، اما من كورس اونلاين مثلا وتفضل تجرب مع نفسك في البيت، او انك تشتغل مع خبير عطور في الاول او في مصنع عطور لغايه ما تاخد الخبره اللي تؤهلك للصناعه دي وتبقى جاهز تفتح بيزنس خاص بيك باذن الله. خلصت الخطوه بتاعه الخلط، ندخل بقى على خطوه الاختبار، ودي مهمه قوي عشان تختبر فعاليه وثبات وجوده العطر، وتختبر التركيبه نفسها نجحت ولا لا، وتختبر امانه على الجلد. انت اولا لازم تستخدم مواد مرخصه من وزاره الصحه لو مفيش في بلدك معامل اختبارات للعطور، ولازم تجيب مواد خام اصليه مش مغشوشه من مكان انت واثق منه عشان ما يحصلش اي مشكله ليك بعدين باذن الله. او تلاقي مثلا حد اشتكى من العطر بتاعك ان عمل له مشكله، واختبر العطر نفسه عليك، اختبر ثباته، اختبر فكره التركيبه والهرم العطري بتاعتك نجحت زي ما كنت عاوز ولا لسه في تعديلات. اكيد هتجرب عينات كتير في الاول وهتتعب في الاول، بس مع الوقت والتجربه هتوصل باذن الله للتركيبه المميزه بتاعتك واللي بتدي احساس فريد للبراند بتاعتك. وطبعا الاهم من الشغل هو تظبيط الشغل، عشان كده التعبئه والتغليف يا جماعه مهمين جدا جدا. ازازه العطر دايما بتلاقي شكلها جذاب، مش عشوائيه ومش اي ازازه وخلاص، وفي نفس الوقت الشكل بيشدك. عشان كده مهم قوي انك تهتم بشكل الازازه واللوجو اللي هيتحط والتصميم ككل عشان تنقل للعميل الانطباع اللي بيديه العطر قبل حتى ما يجربه. وده طبعا هينعكس على البراند بتاعتك باذن الله. فاختار مصمم محترف وشاطر يصمم لك شغلك، ومكان مناسب يخرج لك التصميم ده مظبوط ومتقن عشان اللوحه بتاعتك تكتمل باذن الله. وطبعا لازم خطوه السوشيال ميديا والدعايه، دول مهمين جدا. ممكن تبدا اونلاين في الاول. انا عارفه ان بيزنس العطور صعب انك تبدا اونلاين، بس ناس كتير بقت تشتري العطور بتاعتها اونلاين عن طريق انها بتقرا كويس عن تفاصيل العطر والهرم العطري وتعرف هو مكوناته ايه، بالتالي تعرف هي تفضل تختار انهي تصنيف عطري وتختار انهي عطر فيهم، وتتفق مع شركه شحن كويسه وبتشحن بسرعه، وباذن الله مع الوقت يكون عندك المحل الخاص بيك لبيع منتجاتك الفريده والمميزه. وبكده انت بقى خرجت منتج عطري من الصفر لغايه ما وصل الازازه اللي هتبقى في الدرج بتاعك ودرج العميل باذن الله. قولي تحت في الكومنتات ايه رايك في الصناعه دي، ولو في اي صناعه تانية حابب تعرف عنها او بيزنس حابب تبداه ومش عارف ازاي، قولهم لي تحت في الكومنتات وانا باذن الله اعمل لك عنهم حلقه مخصوص. وما تنساش لو عجبتك الحلقه لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد، وما تنساش تشارك الحلقه مع اصحابك اللي حابين يعرفوا عن المجالات والكليات المختلفه. واشوفك باذن الله في حلقات جديده. السلام عليكم.